السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض غدوة سريعة جدا، طبعا تنفع عشاء لو حابة تعملي حاجة مختلفة. هنعمل مع بعض فطاير باللحمة المفرومة، ومش هنستخدم كمية كبيرة من اللحمة المفرومة، وكمان هتكون اقتصادية معانا. هنستخدم في عجينة النهاردة الشوفان للناس اللي حابة تدخل اي فوائد، او لو عندك مقاومة انسولين وبتستخدمي الدهون او النشويات المعقدة تقدري تستخدمي الشوفان، وطبعا ده كلام الدكتور. اول حاجه هحتاج كوبايتين من الدقيق، هضيف عليهم كوبايه من الشوفان المطحون، انا طحناه في البيت. ممكن تعملي النص دقيق والنص دقيق شوفان، عادي جدا، يعني كوبايه ونص وكوبايه ونص. ضفت عليهم رشه من الملح، معلقه كبيره ونص من السكر، معلقه كبيره من الحليب البودر، نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره ممسوحه من الخميره. وهبتدي اقلب كل المكونات الجافه دي مع بعض. وطبعا لازم نكون متاكدين ان الخميره بتاعتنا شغاله، لو مش متاكده منها تقدري تدوبيها زي ما احنا اتفقنا قبل كده في فنجان كده شويه من الميه ورشه من السكر لحد ما تتضاعف ونبتدي نضيفها. تمام، ضفت هنا معلقتين كبار من الزيت، وهبتدي اضيف ميه دافيه للعجن، وطبعا انا هنا ضفت معلقه من الخل بس نسيت اصور. تمام، هنبتدي نعجن بالميه حبه بحبه لحد ما تتكون عندنا العجينه. كمية المية على حسب ما تاخد معاكي، التلات كوبايات اخدوا معايا يمكن كوباية وربع على حسب نوع الدقيق بتاعك. طبعا الشوفان بيحتاج مية زيادة، فخلي جنبك كده المية وتضيفي بقى كل ما تحتاج معاكي العجينة. زي ما انتوا شايفين انا هنا بعجن بايديا كويس قوي، وطبعا هاخدها على الرخامة لمدة ما تقلش عن 10 دقايق كده علشان اظبط العجينة ويعني تديني نتيجة مظبوطة. لازم نعجن العجينة كويس قوي. عجينة العجينة كده زي ما انتوا شايفين، وده كان شكلها. طبعا عجينة الشوفان بتبقى مختلفة شوية عن عجينة الدقيق الأبيض. لو مش حابة تستخدمي شوفان نهائي عادي جدا، تقدري تستبدليه بالدقيق الأبيض. خلاص، هنا كانت العجينة جاهزة معايا، وحطيتها في بولة مدهونة بنقطة من الزيت وهغطيها لحد ما تتخمر. هنعمل مع بعض الحشوة. هنا هستخدم ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة. هضيف عليه بصلتين كبار أو 3 كده حجم متوسط مفرومين طبعا ناعم، وكمان طماطمايه كبيره مفرومه. عندي التوابل بتاعتي بسيطه جدا، ملح وفلفل وبابريكا، وطبعا لو حابه تضيفي اي نوع توابل انت حباه يبقى ضيفي. انا هنا بحب اعتمد على البصل ونكهته في الخلطه. قلبت خليط اللحمه وكده بقت عندنا الحشوه جاهزه. تمام، نشوف بقى العجينه بتاعتنا. تضاعف حجمها زي ما انتم شايفين وبقت كويسه جدا. هبتدي بقى بعد كده اقطعها ونعمل مع بعض الفطاير. عملت العجينه رول كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اقطعها كده كرات او شرايح متساويه، وهبتدي اخدها كور واريحها على بال ما اقطع بقيه العجينه. ادي كميه العجينه كلها كور متساويه. اهم حاجه نغطي العجينه كده واحنا سايبينها ترتاح، مش هنسيبها كتير، يدوب 5 دقايق علشان تتفرد معانا بسهوله. هنبتدي بقى ناخد من العجينه بتاعتنا ونفردها بالحجم اللي احنا عاوزينه والسمك اللي احنا عاوزينه. طبعا انا ما بحبش العجينه كتير فبفردها يعني ما تكونش تخينه وكمان ما تكونش رقيقه. تمام، هفرد كل العجينه مره واحده زي ما انتوا شايفين بالسمك اللي انتوا شايفينه. وهنبتدي بقى نحطها على صينيه طبعا مدهونه زيت كويس قوي، ونبتدي ننزل بالحشوه بتاعتنا. تقدري تعملي بالعجينه دي جبن مشكله، تقدري تعمليها بيتزا، تقدري تعمليها زي ما تحبي. طيب بالنسبه للشوفان ليه في العجينه، الشوفان له فوائد كتير، وكمان في ناس يعني الدكاتره بتوصف الشوفان دلوقتي علشان هو من النشويات المعقده، فنقدر نعمل بيها مخبوزاتنا، مش لانه سعراته اقل، لا لانه بيشبع اكتر. تمام، هبتدي بقى ادخل الفطاير بتاعتي على الفرن، طبعا درجه حراره عاليه. بمجرد ما ياخد لون من تحت ذهبي هنديله برضو لون بسيط قوي تحت الشوايه. خلاص، درجه الحراره 200 او درجه اعلى درجه عندك في الفرن، وحطيه في الرف المتوسط، ومش هياخد وقت طويل. وبمجرد ما اسويه هوريه لكم حالا. زي ما انتوا شايفين انا هنا طلعت الفطاير بتاعتي من الفرن، طبعا ريحتها طالعه تحفه جدا. اللحمه المفرومه مع البصل، طبعا لو حابين تضيفوا بقدونس للخلطه مفيش مشكله. ادي شكلها، وادينا لها تحميره بسيطه تحت الشوايه. وعايزه اقول لكم العجينه كانت طريه جدا لحد ما قعدت لتاني وتالت يوم. تقدري تعمليها في حفله عندك، في عزومه،
في عشاء، لو حابه تعمليها غدا. انا كنت عاملاها غدا جنب بطاطس، سلطات واي مشروب بتحبوه، وكان غدا تحفه جدا. هوريكم كمان شكلها من جوه. ادي شكلها، العجينه قطنيه وحلوه جدا جدا، ما فيهاش اي تكاليف كتير، وجبه اقتصاديه للغدا، وكمان لو حابه تعمليها للعشاء. بكده انا خلصت وصفه النهارده، اتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه تعملوا لايك، ولو بتحبوا فيديوهاتي او بتستفادوا منها اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. السلام عليكم.